استخدام السوشيال ميديا في الوقت الحالي يعتبر من اهم الطرق اللي بنستخدمها في التسويق. فايا كان البيزنس بتاعك، ايا كان النشاط بتاعك، لازم يكون ليك تواجد على منصات السوشيال ميديا، ايا كانت المنصه: فيسبوك، انستجرام، تيك توك، سناب شات، اكس. ويعتبر السوشيال ميديا من اسهل الطرق اللي احنا ممكن نتعلمها ونزود بيها الدخل بتاعنا. اصدقائي المتابعين في كل مكان، اهلا وسهلا بيكم. انا محمد بهاء بتاع تسويق. لو وصلك الفيديو انزل اعمل لايك، ولو اول مره بتتابعني اعمل سبسكرايب علشان يوصلك كل الكورسات والفيديوهات اللي جايه. النهارده ان شاء الله بدايه كورس اتعلم الفيسبوك من البدايه للاحتراف. في البدايه احب ارد على السؤال المشهور جدا: ليه نستخدم السوشيال ميديا؟ ليه تستخدم السوشيال ميديا؟ لانها ببساطه تقدر تحدد الفئه العمريه اللي انت محتاجها، تقدر تحدد مكان ظهور الإعلان بتاعك، تقدر تختار المنطقة، إمكانية التعديل على الحملات الإعلانية، بالإضافة إن أنت ممكن تقرأ الإحصائيات وتحلل النتائج اللي أنت وصلت ليها. دي من أهم النقاط المميزة في استخدام السوشيال ميديا، طبعا بمقارنتها بأي نوع تاني من أنواع التسويق، سواء إذا كان عن طريق الإذاعة والتلفزيون، سواء إذا كان الإعلانات الأوت دور. كل ده ما بتقدرش تحدد فيه اي حاجه من الحاجات دي. في السوشيال ميديا تقدر تحدد مين اللي هيشوف الاعلان بتاعك، من فين، وسنه كام. ولو لقيت اي خطأ في الحمله الاعلانيه، او لو لقيت ان الحمله الاعلانيه بتاعتك مش واصله للهدف بتاعك، تقدر ان انت تعدل عليها في اي وقت. وكمان تقرا الاحصائيات وتحلل النتائج. ومن اهم المنصات اللي تقدر تشتغل عليها الفيسبوك، لان الفيسبوك يعتبر المنصه الاولى المستخدمه داخل مصر، وده يرجع لعدد كبير جدا من الاكونتات والبيدجات الرسميه اللي موجوده عليها. والفيسبوك تابع لشركه ميتا اللي مالكه برضو الانستجرام، واتساب، وماسنجر. من خلال الكورس بتاعنا هنعرف الفرق بين الاكونت والجروب والبيج. الاكونت بكل بساطه هو حساب شخصي لاي شخص بيعمل حساب على الفيسبوك، يقدر ان هو يدخل فيه البيانات الشخصيه بتاعته، زي اسمه وسنه، اهتماماته، اي مناسبه بتحصل معاه. البيانات دي بيقدر الفيسبوك ان هو ياخدها ويشتغل عليها، يعرض لك الاعلانات الخاصه بالبيانات دي. يعني مثلا لو انت كتبت الفئه العمريه بتاعتك 30 سنه، فهيقدر يظهر لك الاعلانات اللي الشركات عاملاها ومستهدفه فئه عمريه خاصه بال 30 سنه. لو انت اخترت المنطقه او البلد بتاعتك، فيقدر الفيسبوك يستخدم البيانات دي بحيث ان هو يظهر لك الاعلانات اللي عاملاها الشركات والمنشآت ومستهدفه المنطقه او البلد بتاعتك. فبالتالي اي حد فينا بيدخل بياناته على الفيسبوك بتظهر له اعلانات خاصه بالبيانات اللي هو مدخلها على الفيسبوك. البيج، وهي بيج سواء اذا كانت بيج عامه لاخبار، او كانت لمنطقه او لبلد معينه، او كانت لشركات او منشآت او اطباء او معامل تحاليل، او ايا كان المجال بتاعها، فبنستخدمها للاعلان عن المنتج او الخدمه اللي احنا بنعلن عنها. طبعا البيج بتبقى بيج عامه ويقدر اي حد يشوفها، اي حد يقدر يعمل لها متابعه. الاكونت الشخصي بيختلف لان هو يعتبر اضافه صديق. الجروب، وفي نوعين من الجروب: ان انا اعمل جروب عام او اعمل جروب خاص. ممكن اختار الجروب ده يكون عام وابدا اضيف اعضاء، واطلب من كل الناس اللي موجوده داخل الجروب ان هي تبدا تضيف اعضاء زياده عشان نكبر الجروب ونبدا ننزل عليه اعلانات، نبدا ننزل عليه خدمات نقدر ان احنا نستخدمها. في الكورس بتاعنا هنتعلم ازاي نعمل بيج، ازاي نعمل جروب، ازاي نحافظ على الاكونت بتاعنا، ازاي نأمن الاكونت الشخصي بتاعنا، ازاي نستفاد من البيانات اللي موجودة على الفيسبوك للشركات اللي هنشتغل ليها، او للشركات الخاصة بينا، او للخدمات اللي احنا هنقدمها. هنعرف ازاي افضل طريقة ترفع بيها التفاعل بتاعك والوصول بتاعك على الفيسبوك، سواء اذا كان بيج او جروب، من غير اعلانات ممولة. هناخد مع بعض اهم النصايح لاستخدام الجروب، وازاي اكبر الجروب بتاعي، وازاي احقق مبيعات من خلال الجروب. ايه هو مدير الاعلانات؟ ايه هي اسرار الحسابات الاعلانيه؟ ليه بعض الحملات الاعلانيه ما بتحققش النتائج المطلوبه منها؟ ازاي نعمل اعلان ممول من البدايه للاحتراف؟ فلو انت مهتم بالفيديوهات دي اعمل سبسكرايب واستناني في الفيديو الجاي. شكرا ليكم.